الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد waxaan ku soo jirnay duruustii siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan soo gaarnay darsiga 49aad wuxuu ku saabsan yahay ibtaalu tabanni wiilka dhigashadii oo la buriyo ayuu ku saabsan yahay kaana rasuulu sallallahu alayhi wasallam nabiga wuxuu ahaa muttakhidan mid ka yeeshay oo ka dhigtay zayd ibn haarithata kabnihi wiilkiisa oo kale oo ku abtirsan jiray oo zayd ibn muhammad baa la dhihi jiray zayd ibn muhammad hatta alhaqahu ila ay haleeshiyeen binasabihi nabiga nasabkiisa kama kaanat sida ay ahayd caadatul arabi arab dhaqankeeda iyo caadadeeda fi tabanni wiilka dhigashada xageeda caadada iyo dhaqanka markaa jiray oo wadanka ka jiray baa sida ahaa فلما أمره الله إلهي مركو أمر سبحانه وتعالى بزواج زينب قور كذا قال لزيد وحكير النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك زوجك حاسك هذا حيصو واتق الله نكبق زيدو وأخفى وقري أمر الله إلهي أمر كيسا والحال هو النبي يعلم وأقيا أنه أسو أرنكاسي لا بد إنه يهي حاصل من إنه ضعهي قصبتهي أسو طيب لأنه نبي عليه الصلاة والسلام خشية وكبقي أن تقول إني ترهض العرب إني تهوي كشا كيسته تزوج محمد وحو قرسدي مطلقة ابنه ويلكيس قبضوا فري أيو قرسدي سياسو كبقي فأنزل الله يسودجي في ذلك أرنكا إلهي بكسودجي فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا آية إلهي سبحانه وتعالى سودجي فلما قضى مركي أوقتي زيد منها زينب حقا وطرا حاجة باهي الدن زوجناكها نبي محمد وكوكوريني الله سبحانه وتعالى والزينب نبي أقوري فوق 7 سماوات طيب وخصائص ميزو أيضا أي لحيد أقوني وأحيد لكي لا يكون سينا وهاني على المؤمنين تدشوض حرج وحدن بي عليس في أزواج أدعيائهم قوة أي شيغنيان حاسس كوضا سؤون الدنبي حرج وضعهانين إذا قرتي قضوا أي قتان منهن أيها حقوضا وطرا حاجة باهية دن أو قوش أيكو كل مانا يسكو أركان دمتو دنا أي كلا قتان كذبين يسنو أرك وحعليس يدباته وكان وحو هذا أمر الله إلهي أرنكيسي أمركيس مفعولا من الله سميه أيها هذا ثم كذب حرم وحال حرمي التبني ويلكدغشو على المسلمين تكركودا لغا حرمي ولما فيه وحق سغن درتد او من الضرار دباتوين وانزل فيه وحال سودجي ما كان محمد ما أهان أبا أحد مد أبيه ما أهان أو من رجالكم رجينا كمدا ولكن رسول الله إلهي رسولك يسوي ولكن رسول الله إلهي رسولك يسوي وخاتم النبيين نبيذك لو ختمي وكان الله نوحو هذا بكل شيء وحكست عليما مدأك عادتي يدقن كورا كسوغنا يدين وو أقيهي hadda uu xarimayna adraarta iyo dhibaatooyinka ku jirta darteed buu Ilaahay u xarimay wax walbana Allah subhanahu wa ta'ala waa mid og oo caliim ku ah
halkaasay ku soo dhammaatay qofka qof uusan dhalin inuu ku abtirsado halkaasay ku dhammaatay haddii la garan waayo qofka meel loogu abtiriyo shareecada wadooyin kale u furtayo abtiyaashii iyo reebtiyaashii halkaas loogu abtiriyo magaratay adoonka ilaahay hala dhaho Abdul Khaliq iyo Abdul Rahman iyo hal yiraahdo halkaas loogu magac bixin magacyada loo bixinayna sidaas ayay shareecadu u tilmaamtay طيب وهدي magac in loo bixiyo la rabo oo inay hebel aan la dhih مثلا magacaas oo kale iska siiya ومن ذلك waxa kamida ومن ذلك الحين waqtiga laga soo bilaabo صار وحو نقضي اسم زيد مقعيسي وحو نقضي زيد بن حارثة أيو نقضيه أبيه بلغو أبتريه بدلا من زيد بن محمد ماشي أهيد زيد بن حارثة أيالو بدلي أسئلة كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم نبي سيبوها متخذا قياش زيد بن حارثة ماذا قال لزيد النبي محمد زيد كيري حينما أمره الله بزواج زينب لماذا لم يتزوجها ماذا أنزل بعد ذلك ماذا نزل بعد ذلك انت كدم حاسودكي آية الحجاب وفريضة الحج لما مسألة أي مصنف رحمة الله عليه هل كان كهلا حجابك واجبيديسي يا آياته كسو دغاي انه حجابك واجب ويحي iyo xajka oo min arkaan al-islaam kamid ah faradnimadiisa labadaas xukun ama labada mas'ala ayuu musannifka ka hadlay xajka iyo xijaabkana waxa la waajib yeelay sanadii lixaad naam في السنة الخامسة نزلت آية الحجاب مصنفك خامس كعبي واحد هيهد نعم هل كان كو عليه حجك وسند اللحاد وهي على التحقيق حجاب كان وسند وشيغي مصنف رحمة الله عليه في السنة الخامسة سند الشنات نزلت وحا سودكتي آية الحجاب حجابك آيديسي أيها سودكتي الخاصة إيقارك كواهيد بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم نبي حاسس كيسا خاصك كواهيد وهي قوله تعالى إلهي قولك سوي أيري وإذا سألتموهن هداد ويدي سنسان مؤمنين دمرك النبي هداد ويدي سنسان متاعا ألاب هدا ويدي سنسان فاسألوهن ويديست من وراء حجاب أستر قلاشي كويديست ذلكم كاس أستر كاس أيا أطهر طهار بضا لقلوبكم قلوبتين إيا وقلوبهن أيا قلوب توضة نعم آيدس وحي عضيسي وحي واجبيسي وانا سند الشناد هجري إن آيادا إلهي سبحانه وتعالى إن دمرك أستران وكواجبيي حاسسك النبي من خطابك كدعهي دمرك كلنا وسوق لا ينسدان أركضونا والأمر أمر لزواج النبي لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأمر أمر أمر لنساء الأمة أمده دمر كوضا أمر الأمر يوي وعام إنه كلا ذو الربا ولقوله تعالى الله سبحانه وتعالى واسكو دارين كوي النبي يضمك كلام مؤمنات انت والله اسكو دارين يا أيها النبي قل وحات هذا لأزواجك حاسسك هذا وحاكوت هذا وبناتك إيا ونساء المؤمنين مؤمنين تا هوين كوضا يدنين حرارعين عليهن دشوضا من جلابيبهن أستر كوضي جلابيبتوضا حرارعين oo jalbaabka shuruudiisi hadda meestirtooha oofsado xijaab ballaaran oo qofka jirkiisa aan ku dhageen waa inuu yahay mid asturahayo jirka oo dhan waa inuu yahay camimahayo ilaa lugta ilaa madax naam taas ka mid ah shuruudda xijaabka oo ilaahay subhanahu wa ta'ala u tilmaamay wal ulama ulumadu muttafiquna waxay isku waafaqsan yihiin oo isla ogol yihiin
على مشروعية سطر المرأة لجميع بدنها جرك دمان إني أسترتو إني مشروع الشرع أي تهيب يسكوا فقسيه بما في ذلك أيضا يكترته سطر الوجه والكفين مسألة الشيخ اتفاق وكعبري سيدا ما مسألة وجهه خلافة كجرية كفينك وعلماء قاربة وحيليهن لجميع البدنها إني أسترتوي إلا كفينك إيا وجهه مويه مركا اتفاق وعبري حوالي نقصي أيها كجرة مسألة سطر الوجه خلاف با كجرة عبد الله بن عباس وحليها إلا ما ظهر منها مركا وفسرها وحاوي الوجه والكفين أيها لقوضا صادرتين marka wajiga iyo waxaan ka soo reebaynaa kafeenka inta kale inay asturto waajib ay ku tahay waqtalafu culimadu waxay isku khilaafeen fi wujubi dalika arinka waajibnimadiisa faqalat ta'ifatun waxay tiri bi wujubihi xijaabku waa waajib wa ukhra qayb kalena bi annahu mustahab inuu yahay ayay martay wajawazu waxay baneeyeen laha haweenkii waxay u baneeyeen kashfa alwajhi walkafayn inay baneeyaan قول كذا صوت المؤمن والراجح الوجوب القصم أسترك وواجب والراجح ماشي مصنف يقول لي فهم حجابك معه والراجح الوجوب إن قبل أسترته وواجب حجابكنا وواجب جرك هوانك يضمرك إلا أسترنا وواجب طيب ألا يكون اختلاط بين النساء والرجال وإن يسن dumarka iyo ragga waa inayna ikhtilaat uusan ka dhexdhicin allah yakuuna waa inuusan ahaanin ikhtilaatun isdhexgal bayna annisaa'i dumarka iyo warijaali iyo ragga labada jinsi waa laba jinsi oo kala duwan haddii aysan isu ahayn maxaarim waa inay kala fogaadaan waa inay kala dheeraadaan wey waa inaysan isdhexgelin wey إلا مع ذي محرم إنه لجرم ويه وهو أرنكاسنا عام ومذقوت ويه للنساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن واسدا ويه عام ويه وحكم كوضع حيوي وإن رجع ضمرين استحقلين إلا مع ذي محرم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ولقوله صلى الله عليه وسلم نبي وقول كيسي لا يخلون رجل يوسن لخال النقن لك للنقن بامرأة هون إلا مع ذي محرم مد محرم صاحبة إلا مع ذي محرم مد صاحبة لجرك هذا مويه ومحرم كذا طول الله سعود أذيك والله سعون كرتاوي وهذا عام أيضا هذا كان وعام وي دمرك النبي إيه هوانك كلبا وأويا لاوي في هذا العام سنة كان دحديث سنة كشنات بأصل إشارة لكن حجك وحاول الفرض يلي سنة كل حاد على التحقيق وفي هذا العام وحتكون بدلتها وفي السنة السادسة سنة اللحاد فرض الحج أي حج كالواجب يلي على من أي كركيس اللي واجب يلي استطاع أود إليه حج سبيلا جد حقي حكمة كتيرة واجب ده حجك أيوه مصنف واحد ركت المامية وعيري ليتجمع إني كلمان مسلمين في مكة سنة كذا مر إني هلكا اسوي مادان أيا لو واجبيي ويتعارفوا إني إسبرتان وإسقرتان يا لو واجبيي ويتحدوا إني مذوبان أودو ذا إيو قوودو ذا إيو عملك أي سمينيان إني كمي ليسيهين حكمتها كجري كمي تايب أسئلة متى نزلت آية الحجاب كم قسما ينقسم الحجاب حجابك انت ابو قيب سما يحوم كيس مركي لقى الله ما الأول ما الثاني ما الثالث كان هو محويه كان دم محويه اللبات كان سدحات محويه متى فرض الحج حج قرما الواجبية في سنة السادسة
هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.